مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. الاسبوع اللي فات ما قدرتش اطلع، كان عندي شغل كتير. الحمد لله ما حصليش حاجه، عشان في ناس كانت قلقانه وبعتوا لي على الخاص، انت فين يا نيفين؟ ما عملتيش الاسبوع اللي فات. مش عايزه اقول لكم ان يعني مشاعركم دي، يعني انا مبسوطه بيها جدا، ومبسوطه من تشجيعكم، ومبسوطه من الكومنتات، ومبسوطه من المشاهدات. وسعيدة من السبورت اللي أنا باخده، ومبسوطة قوي بكمية الستات اللي تواصلوا معايا على الخاص وقالوا لي يا نبين كملي وانتي بتتكلمي بلساننا. الستات المسيحية طبعا اللي عندهم مشاكل، سواء كان في بيوتهم أو في الكنيسة، واحنا مش قادرين نتكلم وانتي صوتنا بتعبري عنا. يعني انتي عندك الفرصة انك انتي تتكلمي بالنيابة عنا. يعني كتير حكاوي كتير جدا في كندا وفي أمريكا وفي مصر وفي استراليا يعني all over the world، يعني زي ما بيقولوا. أم، فربنا كده يقويني وأقدر إن أنا أتكلم. في حاجة، أنا ليه بتكلم على تحقير الكنيسة للست المسيحية المصرية؟ لأن إحنا نعتبر في مصر المسيحيين بنعتبر أقليات. يعني إحنا بيقولوا نسبتنا 10-15%، في ناس تقولك لا إحنا مش أقلية. مع مفهوم الأقلية اللي هي نسبة وتناسب، يعني كامل مجتمع. إحنا أكيد المسيحيين مش 50% ومش 40%. فبما إن إحنا نسبتنا تتراوح، يعني إحنا بيقولوا 10% وناس تقولك 15 أو 20، فإحنا نعتبر أقلية. طب نسبة الأقلية دي الستات فيهم قد إيه بقى من الأقلية؟ هنقول مثلا نصهم أو أكتر، حتى لو إحنا قلنا الستات أكتر من الرجالة، يعني سواء كانوا مسيحيين. كام مليون؟ فالست لما بتبقى مضطهدة في بيتها، بمعنى ان هي بتتساء معاملتها وبتحصل لها زي ابيوز وبتبقى مقهرة ومش واخدة حقها، لما هتلجأ لمين؟ يعني هي هتلجأ لمين؟ يعني لو ما هي زي ما بيقولوا كده، زوجها وابوها واخوها ما رعوش ربنا فيهم، هتروح للكنيسة. الكنيسة برضو الكاهن ده راجل، يعني هو في الاخر بيمشوا مع مصلحة الرجالة. ليه بقول ان هما بيمشوا مع مصلحة الرجالة؟ لان انا عندي قصتين حصلوا قدامي هنا في كندا، اتنين قصتين. القصة الاولى كانت لواحد وواحدة، الراجل بيخون، وهي مسكت عليه دلائل وراحت ودتهم هنا للناس اللي ماسكين الملف، يعني اللي هو زي المجلس، في كندا هنا في المقاطعة اللي انا فيها في اونتاريو. ولأن الولد ده باباه يعني شخصية مرموقة في الكنيسة وليه سمعة بقى، ويعني وبيدي عشوره يعني مبلغ وقدره للكنيسة وكده. فطبعا عمالين حتى الآن، يعني هي بدأت ملفها مثلا، أقدر أقول مثلا من 2018، وحتى الآن مفيش قرار طلع فيه. لا طب اتصالحوا، لا اصل هو مش عارفه، اصل انتوا بينكم اولاد، لا لا لا. هو عمال يقرفها ويهددها، والبنت منهارة ويعني كانت خايفة تقعد في البيت، وهو يعني ماشي يعني، وطلبت له البوليس وحاجات كتيرة جدا، وهم معاه قلبا وقالبا، مع انه هو خاين وهي عندها دلائل وودتها. ولكن مفيش فايدة، لان هو مش عايز يسيب، هو مش عايز يطلق. مع ان قصة تانية قدامها برضو، زوج وزوجة عندهم برضو طفلين، يعني دول عندهم طفلين ودول عندهم طفلين. الولد عمل علاقة مع واحدة، بس هي مش مصرية، يعني مش عربية اصلا. فهي لما مسكت عليه دليل وراحت، قال لهم انا فعلا كده، وانا مش عايزها تاني، مش عايز الزيجة دي، وانا بحب البنت التانية. يعني اتطلقت، وفي يعني في شهور. هو لازم الراجل هو اللي يسيب عشان الدنيا تمشي، يعني تبقى الموضوع سهل؟ يعني هي للدرجة دي الست حقها مهضوم ان لازم الراجل هو اللي يسيب؟ فانتوا بتتعاملوا مع اقليات، يعني الست دلوقتي كاقليه، يعني تعمل ايه؟ يعني تعمل ايه؟ ولو راحت للقانون، القانون مش هيطلقها. ده انا كنت واخده طلاق في كندا، وجيت اوثقه يعني في الخارجيه هنا المصريه، ورحت اوثقه في الخارجيه المصريه ووثقته كده. فبسالها، بقول لها دلوقتي انا خلاص هاخد الطلاق ده وانزل، هبعته للمحامي ويخلص لي بقى اجراءات، لان في معاهده بين مصر وكندا. قالت لي هو انت دينك ايه؟ اللي شغاله هنا في السفاره. قلت لها انا مسيحيه. قالت لي لا، اصل الكنيسه بتزعل. لو انت كنت مسلمه كنت خدتي الورق الحكم بتاع كندا اللي متوثق من عندنا في السفاره، مترجم ترجمه معتمده ومتوثق في السفاره، وكنت روحتي مصر وكنت في مصلحه السجل المدني، كنت خلصتي ايه الدنيا، وكنت خلاص اتحكم بالطلاق، يعني لان في معاهده بين مصر وكندا وخلاص الموضوع انتهى. بس عشان انت مسيحيه الكنيسه بتزعل. هو مش قانون،
بس هما بيرادوا الكنيسة، واحنا قلنا وانا قلت في فيديوهات كتيرة جدا هما ليه بيرادوا الكنيسة. كلها مصالح، هي الدنيا كلها مصالح. فقالت لي لا الكنيسة بتزعل فانت مش هينفع. عملت توكيل للمحامي وديت له الحكم، القضية اترفضت، ورفع قضية والقضية اترفضت. يعني قضية واترفضت. طب انتوا ايه؟ يعني ايه؟ لا اصل انت ما خدتيش موافقة من الكنيسة ان ده طلاق. طب هو ده في حكم محكمة وانتوا المفروض ان في معاهدة بين مصر وكندا. دي بتجيبنا للنقطة التانية اللي هي سيادة القانون. فانت ولا في قانون، ولا في سيادة للقانون، ولا في حاجة موحدة تمشي على الشعب كله، وماشيينها مش عارفة ايه وفقوس كده، يعني زي ما بيقولوا في المثل المصري، وحاجة يعني منتهى البهدلة. وبعدين يقول لك لا اصل البابا توادرس لما جه عمل لائحة جديدة مش عارفة 3 سنين من غير عيال و5 سنين بعيال، ولو منفصلين تاخدي طلاق. طب انت بقى اتحدى اي حد هات لي اللائحة دي. ما فيش. لو ليكي حد كان في البطريقيه وحبيبك يقولها لك فيربال كده، يقولها لك شفوي، لكن مفيش حاجه. يعني انتوا ليه بتجهلوا الشعب؟ يعني انتوا ليه مش عايزين؟ يعني لو في حاجات حلول طب ما تقولوها، تحطوها على الترابيزه كده وتقولوها انت حقك 1 2 3. لكن ليه التجهيل؟ ما انت لما تجهل حد معنى ذلك ان انتوا مش انت بتخلي حد مش عايز يعرف حقوقه فين. فبما ان انت مش عايز حد يعرف حقوقه فين، فانت عايز تستغل ان اللي قدامك ده جاهل مش عارف حقوقه، فتبتدي بقى تمشي اللي على مزاجك. لو انت بتحب شخص معين او انت الطرف الراجل بمعنى اصح يعني اللي في العلاقة هو موافق ان العلاقة تنتهي، خلاص هتنهيها ويلا بقى كل واحد فيكم ياخد تصريح، ولا انت هي تاخد تصريح وانت تعالى لنا كمان سنة او سنتين ونديك كمان تصريح وخلاص باي 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 باي. لكن لو هي الست اللي عايزه تطلق ومتبهدله، لا معلش يا بنتي صليبك وشيليه. طب هو ليه مش صليب الراجل يعني؟ ليه صليب الست بس؟ هي الصلبان بس توزع على الستات يعني ولا ايه؟ فيعني يعني احنا كلنا فعلا بندفع ثمن تدخل السياسه في الكنيسه. وده حصل يعني المفروض ان احنا كنا اتعلمنا درس من التاريخ يعني التاريخ ايام الكنيسه الكاثوليكيه وايام الحروب الصليبيه، والحصل انهيار اصلا في الكنيسه الكاثوليكيه بسبب تدخل السياسه في الدين يعني. فانتوا ليه بتعملوا كده؟ هو انتوا كده المفروض تاخدوا باور يعني؟ عايزين يبقوا ليكوا راي بقى باور ومصالح، فبتضحوا بقى يعني بحقوق الشعب. وبعد كده احنا الستات الاقليات المستضعفات دول لما نروح هنعمل ايه؟ وسامحوني يعني حتى المسلمين اصلا، طب انا بتكلم في الفيديوهات الاقي كل الكومنتات الاسلام هو الحل، الاسلام هو الحل. يا جماعه هو انا اشتكيت لكم من ديني؟ هو انا بقول لكم ان انا عندي مشكله في ديني؟ انا مشكلتي مع اشخاص بتحكمين بسبب الدوله في رقابينا. هو ملوش اي سلطه عليا، هو مفروض كراجل دين انا اروح اصلي وخلاص، يقود الصلاه، ده واجبه ده دوره. لكن ان هو يخش في الحياه السياسيه وان هو يطلع في المظاهرات ويطلع في 30/6 ويقول لك احنا بمثل المسيحيين، انت مثلتني فين؟ هو انت خدت رايي؟ هو بابا توادرس ده لما طلع مع السيسي في 30/6 هو انت جيت خدت راي كل المسيحيين احنا موافقين على اللي بيحصل ده ولا مش موافقين؟ انت طالع تمثل مين؟ انت بتمثل مين؟ ف ف فهم انت دورك انك انت يعني تبقى رئيس الكنيسه وتساعد على يعني تجذب الارواح، مش طالع مع رئيس وتقول لك احنا موافقين على 6 وشيل الرئيس ده وحط الرئيس ده مش دورك انك تعمله، مش دورك. ان احنا ان المسيحيين يبقوا الناس قاعدين في الميدان اللي كان ايام الثوره الناس واقفه في الميدان، فالمسيحيين بقى احنا لازم احنا كمان بقى الكنيسه يطلع معانا كاهن ويطلع يعملوا ثوره، بس بقى احنا لازم نبقى احنا بقى ايه متميزين، احنا منعزلين عن نفسنا، فنروح نعملها عند ماسبيرو ويجي الجيش يموتنا ومحدش يتكلم. امال فين بقى؟ ما اتكلمتوش ليه بقى اللي طالعين مع الناس في 30/6 دول؟ ما اتكلمتوش ليه لما الجيش المدرعات داست على المسيحيين عند ماسبيرو يعني فانتوا فعلا بتضيعوا حقوق المسيحيين، ولا مخليينهم مندمجين في المجتمعات، عايشينهم في وهم ان انتوا مضطهدين بقى، وتعالوا الكنيسه هتحضنكم والكنيسه هتعينكم والكنيسه هتاكلكم، الكنيسه هتجيب لكم حقكم، الكنيسه هتروح تكلم الناس بتوع الاحزاب لما كان في احزاب يعني، وهتخلي بتوع المجلس الشعب وهتعين لكم عيالكم وهتديكم مش عارفه ايه، تعالوا في الكنيسه تعالوا في الكنيسه. وفي الاخر لما تحصل حاجه كل واحد همه نفسه وخلاص.
لما تحصل مشكله كله همه نفسه وخلاص. فعشان كده الستات المسيحيات اللي عندهم مشاكل بيروحوا يسلموا. ما هو لو راحوا للمسلمين هيقول لهم الاسلام هو الحل. تبقى ست بتتضرب وتتهان وبتتخان وطلعان عينها، فهتروح هيقول لها ايه؟ هيقولوا ايه؟ الاسلام هو الحل. اما زي ما بيقولوا لي في الكومنتات، يعني مش هنساعد غير لما تبقي مسلمه. ازاي يا جماعه؟ هو ده التمن يعني؟ مش لازم يكون التمن ان الواحد يسيب دينه عشان ياخد حقه. زي الست المدرسه دي اللي هي جوزها كان مبهدلها، اخدت ذهبها وراحت اسلمت وقالت له خلاص انا بقيت بقى مالكش دعوه بيا، تقعدش بقى تقوم الدنيا ومراتي حبيبتي انت كنت بتبهدلني، لدرجه ان قالت له انا بقيت محرمه عليك يعني. طالع يقول وذهبها اختفى، اتخطفت هي وذهبها. طالع راجعه من الشغل، سبحان الله كل ذهبها اتاخد هي ماشيه بمزاجها. وطبعا لما جابوها هي والذهب وطالعين، جوزها بقى مسكها من رقبتها وقال يعني الحب الحقيقي، واخوها واقف من ناحيه. وبعد كده بقى انقطعت الاخبار، معرفش هي راحت فين. والراجل كل همه دهب الست اصلا، هو ولا فارق معاه ولا اي حاجه. طالع يقول لك دهبها وهي تقول له انا مدرسه طول عمري شغاله وده من تعبي وشقايه. فيعني وتلاقي الناس واقفين معاه، وامن الدوله ولا الامن القومي دلوقتي مثلا واقفين مع الراجل ده ويروحوا يجيبوها. وهي الست اساسا يعني هي بصراحه يعني تحس انها كفرانه اصلا في عيشتها، ولا فارق معاها مسيحيين ولا فارق معاها مسلمين، هي واحده عايزه تخلص. فلما راحت تخلص قالوا لها الحل انك انت تبقي الاسلام هو الحل، فراحت. فانتوا الكنيسه بتعمل كده ليه في الناس يعني؟ ليه بتعمل كده في الناس؟ يعني ما تدوا حلول. وبعد كده انا في حد بعت لي على الخاص بيقول لك حتى الحوار تغيير المله ده هيقفلوه، يعني هيقفلوه على الناس تقريبا، رد من نوع من انواع رد الجمايل يعني. ف فانتوا يعني انت ده تغيير المله ده يعني انت القانون بيقول لك تغيير المله اي شيء تغيير مله. لان انا سالت على الموضوع ده لما كنت في مصر، ساعه لما انا كنت في مصر في 2016 كانت شهاده تغيير المله دي ب 5000 دولار امريكي، ايام ما كانوا الدولار يعني نص تمن دلوقتي. ماشي، ب 5000 دولار امريكي عشان تطلع شهاده مش مزوره، عشان المحكمه تاخد بيها وتدي بيها طلاق. ده لو انت محظوظ يعني ما جالكش قاضي يعني واخد اوامر لا بلاش الحاله دي ديسمس يعني. شهاده تغيير المله بقى في القدريه تاخدها ب 1000 جنيه مثلا ولا حاجه. بس تاخدها امتى ب 1000 جنيه بقى؟ لما هم يبقوا راضيين عنك، لما هم يقرروا ان انت اوكي ان انت تطلق مفيش مشكله، فيبتدوا يدوها لك. شايفين الفرق في السعر؟ في ناس بتطلق اللي معاها فلوس. انت معاك 5000 دولار، وفي محامين معروفين في مصر. والمحامين المعروفين دول انا عرفت ليه بقى، فيهم واحد مشهور جدا مسيحي، لان باباه من ضمن الناس اللي هم في المجلس، يعني محامي مشهور قوي من ضمن الناس اللي في المجلس. فابنه هو اللي بيطلق، بيعرف يجيب شهاده ب 5000 دولار امريكي وتروح المحكمه يخلص لك القضيه على طول. بس معاكي تدفعي. لو معكيش تدفعي انت وغلبانه بقى زي البنت عامله كشف عذريه 3 سنين دي وكانت مستنيه شهاده تغيير المله، اقعدي بقى اتبهدلي بقى كشف طبي وكسر كرامه وقله ادب وحاجه يعني حاجه منتهى يعني الاحتقار بجد يعني انا المسيح ما كانش بيعمل كده في الستات. المسيح كان يعني بيحترم المرأة جدا يعني، وقصص مليانة الانجيل. يعني انا مش عارفة ليه جابوا الكلام ده منين يعني. ده مش دين ابدا، اللي بيحصل ده مش دين يعني. وتلاقي الرجاله المسيحيين دلوقتي حاجه مهمه قوي، الفلوس. هما بقى الرجاله المسيحيين عندهم اقتناع تام ان عشان ما فيش طلاق فانت ليه يبقى فلوسك تاخديها على جنب، انت مش هتطلقي وانا مش هروح في حته، انت بقى كونتريبيوت في البيت، تدفعي في البيت. فتلاقي كل الستات المسيحيات اللي بتشتغل يعني اقدر اقول لك 99% بيحطوا فلوسهم في البيت. على مبدأ ايه بقى؟ على مبدأ ان احنا مفيش طلاق وان مفيش مش عارفه ايه، فانت حطي فلوسك. احنا مش زي المسلمين مالناش دعوه بيهم، الراجل بيطلق وكده، انت قاعده لازقه مع جوزك طول عمرك، فانت حطي كل فلوسك في البيت. حصل ظرف بقى، حصل ظرف وجيه ورث مثلا، اتفرج بقى على قله الادب والبهدله. لا في الورث هما بيطبقوا الشريعه الاسلاميه، يعني المسيحيين كلهم كده. في المصاريف مع الستات احنا مسيحيين، النص بالنص، وتحطي يا حبيبتي وانتي امان وتعملي والست زي الراجل والبنت زي الولد. تيجي في الورث بقى اي حاجه فيها ميراث، راجل مع مراته،
اخ واخته، اي حاجه فيها ولد وبنت اوبا احنا تبع الشريعه الاسلاميه، نمشي بقى ايه؟ بالميراث. طب انت ليه يا حبيبي مشيتش بالشريعه الاسلاميه من قبلها؟ ما قلتلاش ليه يا حبيبتي انت ذمه ماليه منفصله وخلي فلوس شغلك لنفسك وهديكي مصروف كل شهر؟ ولا انت في الورث وفي الفلوس احنا شريعه اسلاميه، لكن احنا في الحياه العاديه كل الديلي لايف روتين لا احنا مسيحيين، انت ما فيش حاجه فانت تدفعي في البيت زيك، وحطي كل فلوسك في البيت، اصل للبيت وللعيال واحنا كده كده مش عارفه ايه. مهزله. انا بشوف كميه ناس مهازل فعلا بيطمعوا. انا بشوف ستات كتير جدا مسيحيين ورجاله بيطمعوا في فلوسهم وفي شقاهم وفي شغلهم، حالات كتير بشوفها كده. لكن يجي عند الورث فجاه لا احنا القانون والشريعه الاسلاميه. في ايه يا جماعه؟ ايه ازدواج المعايير اللي انتوا فيها دي؟ انا بتكلم بالنيابه عن ناس كتير قوي، ناس كتير مش عارفه تتكلم، ناس كتير يعني صوتها مش واصل، ناس كتير بتبعت لي حكاوي. انا لو قعدت احكي كميه القصص اللي بتجيلي على الخاص انا المفروض اطلع كل يوم اتكلم ساعه حقيقي. وانا بتكلم يعني انا الاسبوع اللي فات كنت مشغوله جدا، انا برضو عندي حياتي، انا اليوتيوب ده بالنسبه لي مش مصدر ربح، يعني انا ده عاملاه عشان خاطر تنويري، عشان اقول صوت الحق. فشغلي الاساسي وبيتي وعيالي وكده كنت مشغوله جدا، بس من كتر الرسائل اللي جات لي ومن كتر الناس اللي بتقول لي انت فين واتكلمي ودي قصصنا. النهارده مثلا دلوقتي حوالي 9 بالليل في كندا ويعني اخر اليوم وتعبانه، بس قلت لازم اطلع اتكلم لان في ناس مأمناني وفي ناس معتمده عليا ومعتمده ان انا اوصل صوتهم. اتمنى ان احنا كشعب كلنا تبقى قلبنا على قلوب بعض. الموضوع ملوش علاقه بدين، الموضوع ملوش علاقه ان انا مش طالعه اشمت في الكنيسه فاللي يتفرج عليا يشمت في المسيحيين بصوا بيعملوا ايه. انتوا عندكم برضو ناس كتير مش واخده حقوقها. انت ممكن اي واحد يتمسك من قفاه من امين شرطه في الشارع ويوديه الاسم من غير اي تهمه من اي حاجه، بدافع قوانين طوارئ ومش عارفه قوانين ايه، ويحطوه في الحجز يومين 3 لغايه لما يبان له صاحب. فما تحسسنيش يا جماعه ان انتوا عايشين في بلد واخدين فيها حقوقكم. احنا كلنا مش واخدين حقوقنا. ده حتى الان علاء عبد الفتاح واحد مخلص مدته ولسه محجوز. إيه التهريج ده؟ وانا اخر حاجه هختم بيها اللايف، كانوا عاملين مؤتمر في بيت علاء عبد الفتاح اللي في مصر وجايبين كل رؤساء الاحزاب، صباحي وجميله اسماعيل وناس كتير قوي يعني كنت بشوفهم ايام الثوره، طبعا دلوقتي خلاص اتهمشوا. يعني لما يكونوا الناس السياسيين في مصر الناس اللي مفروض ان هم مثقفين سياسيا اقتصاديا وكانوا بيمثلوا احزاب في يوم من الايام وعندهم رؤيه، يوصلوا لمرحله ان هم قاعدين ماسكين المايك، يا سياده الريس احنا بنتوسل اليك، احنا بنرجوك تنظر بعين الرحمه، علاء عبد الفتاح عامله اضراب مش عارفه بقالها 200 يوم وبتموت، والولد بقاله كام سنه في السجن وقضى العقوبه بقاله من شهر 9 اللي فات وما شافش ابنه، احنا بنرجوك يبقى عندك حس انساني وتفرج عن علاء عبد الفتاح. بيتحايلوا عليه بيبوسوا في ايديه عشان يطبق القانون. احنا وصلنا للمهزله دي، وصلنا للمهزله دي ان احنا بقينا بنبوس الايادي ونتحايل رؤساء الاحزاب في مصر ان هم يتحايلوا عشان واحد ياخد حقه بالقانون. طب ما انت جبته وقبضته وقعدت تعمل حاجات تهم خياليه وعملت محاكمه هزليه واديته حكم في السجن، طب كان ايه لازمتها كل ده؟ بدل انت كده كده مش هتطبق القانون، بدل ما فيش اصلا قانون تطبقه، بدل هي عزبه بتمشي فيها اللي انت عايز وتحبس اللي انت عايز وتطلع اللي انت عايز. وصل بيك الحال ان رؤساء الاحزاب قاعدين بيتحايلوا عليك هيبوسوا ايدك وطلعوا عشان خاطرنا وامه وعملت وسوت. ايه المهزله دي؟ انا بقيت قاعده بس مش مصدقه على اللي بيحصل. يا جماعه احنا اتخلقنا احرار ما اتخلقناش عبيد يا جماعه، احنا احرار. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.